دور. دائما كنت أقول لكم أنه مشاهير سناب دائما ينقلوا لكم معلومات مضللة أو مضللة حول دخلهم السنوي وإعلاناتهم عشان يسوقون أنفسهم. أمس دريم نيكب سارة الودعاني وصرحت عن دخلها السنوي من الإعلانات اللي تفوق على مؤسسات ريادية عالمية من بنوك من شركات. خلونا نشوف. النجمة السعودية اللي اسمه سارة الودعاني، النجمة السعودية اللي اشتهرت على مستوى الخليج والعالم. أول إعلان سوته سارة الودعاني بكم؟ 15000. أول إعلان سارة. 15000. طيب أعلى إعلان سويتيه سارة الودعاني الله يزودك ويبارك لك. اتوقع 10 مليون عقد. كم؟ عقد 10 مليون. 10 مليون. طيب في اليوم الواحد كم إعلان تسوينها يا سارة؟ جدولك رسمتها أنت مع منسقة ومع إدارة. اتوقع 4 اعلانات في اليوم. في اليوم. يعني في السنة كم؟ 360 يوم لو أحسبها على السنة كم؟ ما ادري. يعني تجاوز 1500 إعلان. تقريبا ايوه. ما شاء الله تبارك الله. الإعلان عندك يتراوح من كم إلى كم؟ اتوقع 70 100. 70,000 إلى 100,000. ما شاء الله الله يزودك. ألف مبروك للنجاحات يطول لي عمرك. الله يسلمك. سارة الودعاني أول إعلان سوته ب 15,000 وعقد وقعته ب 10 مليون. طبعا اليوم الجهات المسؤولة ممثلة بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تم استدعاء هذه السنابية وفندوا ادعاءاتها، والسبب كان انه نشرت معلومات مضللة او مضللة حول دخلها السنوي. طب ليش؟ يعني انا عادي مثلا كمنشور اقدر انشر اقول انا مثلا اعلاني بالتريليون، لانه هذا ياثر بشكل سلبي اذا انت مو صادق. يعني يصير الموظف اللي يكرف 12 ساعة وياخذ 12 ولا 20 ألف يقول لك أنا ليش أقعد هذا وهذول ياخذون بالسنة 120 مليون وهي تقول دخلها السنة 120 مليون. خف علينا يا بنك مين هذاك اللي في لندن. يعني حدث العاقل بما يقل، فلا تنشرون معلومات مضللة وتأثرون على الناس. خلوا الناس تشتغل وتقنع برزقها وبدخلها. وإذا أنت تدخل ربع المبلغ هذا بالسنة قول الحمد لله، مو لازم تصرح. لكن الدريم نكبهم كل شوية قاعد يسأل كم فلوسك، كم دخلت، كم. والله نكبهم الدريم. شوف هذه آخرة اللي يصرح للدريم.